السلام عليكم. جيت نحضر معكم اليوم ماليكيش. عندي هنا بيضه، عندي 125 غرام ديال الزبده، معلقه صغيره ديال الملحه، 3 المعالق ديال الماء بارد من الصنبور، عندي 2 كيسان ديال العنبه عامرين مزيان ديال الدقيق. غنضيف الملحه والزبده وغنعمل العجين ديالي نسجموا مع بعضياتهم. غنخلي ومن الاحسن الزبده تكون بارده. بعد ما ضفت بيضه غنجمع البنات غير رؤوس الاصابع، الطريقه غير رؤوس الاصابع، ولا ما تجمعت شي غنزيد الماء. غنضيف الماء البنات، الملعقه الاولى، ها الملعقه الثانيه، وغنجمع. من بعد ما جمعت غندير واحد البلاصتيك وغنخليها ترتاح. من بعد ما خليت العجينه ديالي في الثلاجه على نصفين، انا درتها في المجمد وشحال ما ارتاحت مزيانه. من بعد ما طلقتها ما تكون غليظه ما رقيقه، نتوما قطعوها باي قطعه، انا نقطع بهذه. والعجينه ما تدلكوهاش اللي كيتبقى لكم. غنرش عليها شويه دقيق بدا معاكم. من بعد ما صيبتي مع نتكم بالفرشيط كاملين وغندخلهم للثلاجه مده ديال 4 ساعات. غنخرجهم ونعمرهم بالحشوه. عندي هنا حشوه ديال الكيش، عندي بصله كبيره وفلفله وفص ديال الثوم. غنضيف عليهم الزيت. من بعد ما نزلت الحشوه ديالي ضفت عليهم القزبر، غنضيف صدر ديال الدجاج، غنضيف الملحه، ضفت عليهم الابزار، ضفت عليهم السكينجبير، غنخلط. من بعد ما طفيت النار ضفت عليهم الزيتون. دوزت غنوجد لاباري. عندي دانون طبيعي بدون سكر، عندي 2 فرماجات، الفرماجه الاولى الفرماجه الثانيه. غنخلط، غنضيف قزبر قطع،